السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين القناة الأعزاء. حصل نجم فريق ليفربول محمد صلاح منذ قليل على جائزة أفضل لاعب في العام 2023 المقدمة من قبل رابطة مشجعي كرة القدم. وأقيم حفل رسمي في لندن مساء يوم الاثنين، حيث أعلن من خلاله فوز محمد صلاح بتلك الجائزة بعدما احتل المرتبة الأولى في استطلاع رأي المشجعين. وتفوق محمد صلاح في تلك الجائزة على كل من ثنائي مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند ورودري، ولاعب الأرسنال بوكايو ساكا، ولاعب نيوكاسل يونايتد كيران تريبير، إلى جانب لاعب أستون فيلا أولي واتكنز. وتعد تلك هي المرة الثالثة التي يفوز فيها محمد صلاح بتلك الجائزة بعدما حصل عليها في عامي 2018 و2021. وكان محمد صلاح قد سجل 27 هدف وصنع 17 بقميص ليفربول في العام الحالي. ويقدم محمد صلاح أداء رائع في الموسم الحالي 2023-2024، حيث سجل 13 هدف وصنع 7 أهداف في 20 مباراة في مختلف المسابقات. ومن جانبه قال محمد صلاح: أريد أن أشكر الجميع على تلك الجائزة، خاصة وأن التصويت عليها يتم من خلال الجماهير. أريد فقط أن أقول شكرا جزيلا لكم وأنا أقدر ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.